يا ترى انت تحب تبقى آدم ولا إبليس؟ سؤال غريب صح؟ أبسطها لك. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطاء، كلنا خطائين، مفيش واحد في الدنيا معصوم بعد النبي سبحانه عليه الصلاة والسلام. فكل ابن آدم خطاء، بس خطأ عن خطأ يفرق. وسؤال كان دايما بيجي في بالنا زمان، هو ازاي سيدنا آدم عصى ربنا وإبليس عصى ربنا، وده بقى ملعون وخرج من رحمة ربنا اللي هو إبليس، وسيدنا آدم ربنا تاب عليه وعلمه ازاي يتوب؟ ايه الفرق؟ ما دي معصية ودي معصية، ده أكل من الشجرة المحرمة وده رفض أمر ربنا. هو ده بقى معنى سؤالي. كلنا بنخطئ، كلنا بنخطئ، بس هل وانت بتخطئ ربنا لما وصف سيدنا آدم قال لك وعصى آدم ربه. سيدنا آدم لما عصى ربنا عصاه معصية ضعف، مش معصية رفض للأمر أو معصية غرور واستكبار. لحظة ضعف، نفسه راحت للشجرة اللي متحرمة عليه، وأول لما كل منها اعترف بذنبه واعترف إن هو أخطأ، عشان كده ربنا تاب عليه. لكن إبليس عصى ربنا بكامل إرادته وبتفكيره وهو واخد القرار، عشان كده ربنا وصفه قال إيه؟ إلا إبليس أبى، رفض. ده هو مفكر وواخد القرار أنا مش هعمل كده، يعني مش لحظة ضعف، لا ده بكامل إرادته. واستكبر، الخطوة اللي بعدها سيدنا آدم لما عصى ربنا في لحظة ضعف رجع وتاب لربنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، أنا آسف يا رب إن أنا عصيتك، توب عليا، اعترف بذنبه. إبليس لا، أبى واستكبر. يعني ربنا لما سأله قال له ما معناه يعني في القرآن ما منعك من السجود؟ راح قايل له إيه؟ أنا يعني مش هسجد لبشر أنا أحسن منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ده مفكر كويس وواخد قراره. عرفتوا الفرق؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. فحضرتك دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا كلنا خطائين، حلو. انت بقى لما بتعصي ربنا تبقى لحظة ضعف، تبقى لحظة شهوة، ترجع لعقلك بعدها وبتعترف. ما هو أول خطوات التوبة الاعتراف بالذنب. اه ربنا مطلع وعارف، بس انا لازم انا ابقى مقتنع ان انا عملت حاجة غلط. ولا بقى لما بتعمل حاجة غلط بتبقى والعياذ بالله ابى واستكبر؟ انا ما بغلطش، انا ما عملتش حاجة غلط، هو ده اللي عندي بقى واللي عندكم اعملوه. ايه يعني شربت كاسين؟ الخمرة مش حرام، هات لي حاجة من القرآن بتقول ان الخمرة حرام. انا مش هلبس الحجاب، الحجاب ده غلط، والحجاب ده المواريث دي غلط على فكرة. بقى دي أمثلة. أبى واستكبر وكان من الكافرين. اقعد بقى فكر مع نفسك، عايز تبقى زي سيدنا آدم ولا والعياذ بالله إن شاء الله لأ، أبى واستكبر وكان من الكافرين؟ صباح السعادة.